كل طالب بيسافر بيكون عنده قصص كتير متحكتش، قصص عن الناس والأكل والصحاب. عشان كده في بايونير قررنا ننزل نسأل طلابنا عن قصصهم. كلمنا شوي عن نفسك. اسمي عادل، عمري 20 سنة، بدرس في الاي بي يو كمبيوتر ساينس. اسمي بلال، سني 17 سنة، بدرس فاونديشن انجينيرنج في جامعة اي بي يو. ايه أكتر حاجة بتحبها في جامعة بتاعتي؟ تنوع الثقافات، في كثير جنسيات، يعني بتلاقي العرب، أوروبيين، آسيويين. الصحاب بصراحة، النيو فريندز والنيو كولتشرز، فيعني الصحاب اللي انا عرفت اعملها. بتحس انه الطريقة في التعليم في ماليزيا مختلفة عن بلدك، وازاي؟ طريقة التعليم مختلفة يعني اول شيء في كل سمستر في اساينمنت وامتحان، فاغلب الجامعات اللي بعرفها بيكون في ميد تيرم امتحان. هي مختلفة عن بلدي، بس يعني انا شايفها ان هي احسن بصراحة، كنوع من التوتوريال والليكتشرز، حاجة مختلفة بصراحة وجديدة. بتحب تذاكر فين، مثلا في البيت ولا بالجامعة او مكان ثاني؟ صراحة البيت اكثر مكان خاص وهادئ وما في ضجيج يعني. بذاكر هنا في الجامعة معظم الوقت مع صحابي، وساعات في البيت، بس بصراحة مش كتير لان انا بقضي معظم وقت في الجامعة. تشتري طلبات البيت منين؟ وتعلمت تطبخ ولا لسه؟ بشتري الطلبات غالبا اونلاين، يعني احسن ما اطلع واضيع وقت لسه انا تطبخ. بشتريهم من معظمهم من فود باندا. بدأت اطبخ شوية بصراحة، بان كيكس. جربت اكل ماليزي قبل كده او اكثر حاجه؟ صراحه ما جربت. بصراحة ما جربتش اكل ماليزي كتير. مين اقرب حد ليك هنا في ماليزيا وتعرفت ازاي؟ اصحابي في السكن، عندي اصحاب بالسكن تعرفت عليهم عن طريق الصف، يعني معي بنفس الكلاس. هو يوسف، هو انا وهو كان المفروض نيجي في نفس السيشن، بس هو سبقني وتعرفنا على بعض من زمان بصراحه. عرفته من حوالي 4 سنين، وهو اللي شجعني ان اجي ماليزيا بصراحه. وانا كنت رجعت بصراحه في رايي في القرار، وهو اللي خلاني اشجعني وخلاني اجي بصراحه. لو رجعت بالزمان كنت هتختار تدرس في ماليزيا ثاني؟ صراحه يعني بلد جميله، اسعارها حلوه، تدريس فيها عالي، كمان احلى شيء فيها اجراءاتها جدا سهله، يعني بتخلص بسرعه. بصراحه يعني جيت بصراحه، كان اكسبيرينس جديد حلو قوي. والسفر برضو كان حاجه جديده ليا، طلعني برضو من الكومفورت زون بتاعي شويه، بس كانت اكسبيرينس جديده وحلوه قوي بصراحه. نصيحه تقولها لحد لسه مخلص ثانويه؟ خد وقتك واختار في هدوء، تختار ماليزيا. بلد جميله وسهله وحرفيا تستحق تزورها. يعني اول حاجه يفكر عن الجولز بتاعته، هيعمل ايه في المستقبل، يكتب كل الحاجات اللي هو عايز يعملها في المستقبل، يخطط، يحاول برضو يشتغل على نفسه، ياخد سكيلز، ياخد كورسز.